اقول لك على ارعب سيناريو فيلم هتشوفه في حياتك. ممكن تلاقيه اصلا في 2025 او 26 الله اعلم. وانا قاعد بالليل يا بيه، وانت عارف بقى يا بيه افكار بالليل، قلت لما اتكلم مع العبد بتاعنا شات جي بي تي واساله واطور من شغلي، حسيت فكره ان هو بيرد كانسان خبير في اي مجال بيرد عليه، وفي اي سؤال بساله بيرد بخبره ارعبتني جدا. وساعتها يا بيه افتكرت بعض التحليلات والناس اللي كانت بتتكلم عنه انه مثلا وعي بشري، ما يكونش فعلا اللي انا بكلمه ده شخص حقيقي بس في الواقع ميت، واللي بيكلمني دلوقتي وعيه. وقلت مش يمكن في المستقبل القريب نلاقي الذكاء الاصطناعي ده في بادي والجسم، ليه ايدين ورجلين، جسم كامل، بس طبعا كله صناعي، واقعد بقى واتكلم معاه براحتي. ما هو مش هيبخل عليا بحاجه يا بيه، ده طبعا لو اتعمل مجاني يا فندم. مش هيبخل عليا يا بيه زي البشر، ولا يقلل من فكرتي، ولا يحبطني زي البهوات اللي بنقعد معاهم ناخد نصايحهم. ولذلك يا بيه تلاقي الشباب دلوقتي لما بتكون بيتكلم حد وتاخد منه نصيحه وتزهق منه بسبب انه بيعملها بطريقه وحشه، تعمل ايه؟ ايه ده؟ انت بتحبطني؟ يعني اجي اشتكي لك تقوم مزعق فيا وتقول لي انت السبب؟ ما انا قلت لك قبل كده. طب وربنا انا رايح شات جي بي تي. طبعا بغض النظر يا بيه ان من الوعي والذكاء ان احنا نروح نستشير اللي هم اهل ان احنا ناخد منهم النصايح. انا بكلمك دلوقتي على اللي اخد مكانهم واللي هيستبدلهم كليا في المستقبل، ودايما معايا بكلمه صوتيا وهو شات جي بي تي وغيره. المهم وانا لسه قاعد نفس القعده بالليل يا بيه وقبل الفجر، افتكرت ساعتها يا بيه اللي ربنا يبعدهم عني وعنك، البهوات اللي معاهم فلوس وقوه ربنا مديها لهم، خاصه منهم يا بيه اللي مش عاجبهم عدد سكان الكوكب وعاوزين يقللوا. ايه ده يا جو؟ هم ممكن ينزلوا اوبئه جديده ويقللوا فعلا عدد سكان الكوكب ويستبدلوهم ويستبدلوا اعمالهم ووعيهم بالذكاء الاصطناعي، لكن طبعا بعدد اقل. او ان البهوات زي ما ذكر دكتور مصري يوصلوا ان هم يعملوا هولوجرام بالذكاء الاصطناعي بجوده عاليه جدا، محاكين بالهولوجرام ده مشاهد ليوم القيامه. وطبعا يا بيه كل اللي بعيد عن الدين ومعلوماته الضعيفه عن الدين هيصدقهم ويروح وراهم مطرح ما هم عاوزين. وطبعا يا بيه جالي ذهول ساعتها، لكن قلت اكيد ليها حل وربك موجود، والحلول لعلنا نذكرها في فيديو تاني، بس انت اكتب لي في التعليقات. ساعتها يا بيه هيبقى ارعب سيناريو فيلم هتشوفه في حياتك. سلام.